الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة هعلمكم ازاي نعمل شوربة الرز بتاعت زمان اللي كانت امهاتنا بتعملها لنا زمان واحنا تعبانين. بصراحة احنا بقالنا فترة طبعا عندنا برد كده وايه وزهقنا من لسان العصفور وشوربة الخضار، فقلت ايه ارجع ايام زمان بقى ونعمل ايه، نعمل شوربة الرز اللي كانت امهاتنا زمان بتعملها لنا. ايه شوربة الرز بالرز والبطاطس بس فقط لا غير. المكونات يا حبايبي، دي كوباية رز بنفس الكوباية ديت اهيت. ما تكتريش، هي بتبقى كوبايه صغيره حتى لو مج صغير كده بيعمل لك كتير. شوفوا ده هيملى الحله مع البطوستين دول. قشرت بطوستين صغيرين كده هقطعهم مكعبات، وهنغسل الرز بقى كده وايه وننزل عليهم بالبطاطس بتاعتنا. ويلا بينا نشوف الطريقه. لو عندك اي حد تعبان بدور البرد، الاكله دي جميله جدا ليه وحلوه جدا علشان خاطر السخونيه ودور البرد والحاجات دي كلها. ما تتعبيش وايه وما تلخبطيش في الاكل علشان خاطر السخونيه والبرد والحاجات ديت عايزه محافظه كتير جدا. علشان اهم حاجه بصراحه الاكل، اهم حاجه في ان انت تتعافي من الدور ده هو الاكل، ان انت تحافظي على نفسك جدا من الاكل. يعني ما يبقاش عندك برد وتروحي تاكلي سمك وتروحي تاكلي لحوم وفي سخونيه، ما تروحي تاكلي لحوم وحاجات من ديت. ما ينفعش طبعا، لازم انت تحافظي على نفسك لو حتى على الاقل يومين ثلاثه على ما دور السخونيه ده يروح والبرد. وربنا يعافينا كلنا يا رب ويشفى امراضنا وامراض المسلمين. ومش عارفه ليه يا حبايبي الدور ده بصراحه من اول الشتاء بيروح ويرجع علينا كلنا. بقاله فتره من اول الشتاء يعتبر مش بيروح خالص. يعني ممكن يروح حاجة بسيطة كده كام يوم ويرجع علينا تاني. وشايفة ناس كتير بنفس الموضوع ده. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافينا يا رب، ولازم ناكل الاكل الصحي طول ما احنا تعبانين. يلا بقى هغسل بقى الرز وهقطع البطاطس ديت كده ايه مكعبات ونعملها مع بعض. كده يا حبايبي هنقطع بقى البطاطس كده مع بعض. هوريكم بس بتتقطع ازاي علشان ايه اما تحبي تعمليها لاولادك او لجوزك او ليكي حتى. دي اسمها شوربة رز كده لاي حد تعبان اهي. تقطعها ايه، شفتي مكعبات صغيرة كده. يعني ايه، شفتي لما تكوني برضو هتعمليها على العدس زيها كده. كده حبايبي قطعنا البطاطس اهيت مكعبات صغيرة، وغسلنا الرز. هنزل بقى ايه بمكعبات البطاطس كده على الرز اهيت. طريقة سهلة جدا خالص وحلوة جدا واولادك هيحبوها وايه، وهو تغيير في الاكل لاي واحد تعبان. هجيب بقى ايه ده كمون اهوت على ملح. انا بعمله كده ايه ارش منه على البطاطس على اي حاجات نواشف كده. هاخد منه بس ايه حاجة بسيطة كده عليهم علشان تطعمها ان هي ايه, يبقى لها طعم كده. عشان برضو الواحد التعبان بيبقى قرفان من كل حاجة ومش قادر ياكل اي حاجة. وهنزل برضو ايه بربع معلقة الملح الصغيرة ديت عليها. وخلاص على كده كده ايه هحط بقى المية بتاعتها بس. دي الكوباية اللي انا معايرة بها الرز هعمل بيها 5 مرات مية. يعني ايه عشان املى الحلة على الرز ده، عشان الرز ده بيزيد معانا. يعني الرز ده بيزيد مش بيفضل زي ما هو كده، انت بتضاعفي كمية المية علشان تستوي والحباية بتنفش معاكي كده في المية. وبتبقى بقى دي شوربة الرز بتاعتنا وهتشوفوها معانا واحنا بنسويها. يلا بينا بقى ايه هنزل بقى ب5 كوبايات مية على الرز بتاعنا ونرفعه على النار اهيت. حبايب قلبي كده خلاص اهيت. شوفوا الميه بقى بقت قد ايه عليها. مليت عليها الحله اهيت 5 كوبايات ميه. ضعفوا الكميه خالص. شوفوا بقت ميه كتير على الرز والبطاطس. دي بقى هتزيد معانا وتبقى جميله جدا واولادك هيحبوها، بتبقى طعمها لذيذ جدا. ولو حبيت تحط لها
عصرة ليمونه كده وهم بياكلوا، بس بعد ما تستوي وانت بتغرفي لهم كده ابقى اعصري لهم عليها نص ليمونه. حلوه قوي، بتخلي الاطفال والكبار يحبوا ياكلوها عن اي حاجه تانية، لان بتبقى الواحد تعبان زي ما انتوا عارفين، بيبقى مش قادر ان هو ياكل حاجه. يلا بقى هنسويها على النار واوريكم وهي بتستوي. شوفوا حبايبي كده خلاص اهوت الرز بدأ يستوي معانا، وهو بيغلي كده على البوتاجاز. شوفوا الرز بدأ يتضاعف معانا بيكتر، والحبايه بتكبر كده، والبطاطس بتستوي. طعمه جميل جدا. جربيها وقولي لي ايه رايك، مش هتندمي عليها. وابقي ظبطي لها الملح، بس ما تكتريش برضو الملح للناس التعبانه، خليها حاجه بسيطه كده. وكده يا حبايبي شوربه الرز بتاعتنا اهي تستوت. شوفوا بقى كوبايه الرز عملت كميه قد ايه من الرز، وجميله جدا، وفيها قطع البطاطس اللي احنا قطعناها اهيت. يلا بينا بقى نغرفها كده وناكلها بالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم. لو عجبك طريقتي اعملي لي لايك وشير، واكتبي لي كومنت جميل زي كده، واشتركي لي في القناه. كده حبايبي اهيت غرفت شوربه الرز اهيت، ما شاء الله عليها جميله. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه، وقولي لي ايه رايك.